قدام الساحل الشمالي لمدينة اسفي الكاب اللي كنسموها دابا بالبدوزة. كاينه حكايه كيقولوها الناس من زمان. مدينه سميتها شيغالين، قالوا باللي غرقات وبقات مخبيه تحت من الماء. شي ناس قالوا باللي شافوا جدران وازقه، وواحدين اخرين قال لك باللي شافوا اشكال غريبه دارتها غير الطبيعه. ومن الاساطير اللي كيحكوا الشيوخ ديال المنطقه ان زمان بعيد قبل ما تاسس المدن اللي كنعرفوها اليوم كانت شيغالين واقفه على الساحل شمال اسفي، مدينه كبيره ساكنين الناس اذكياء علماء وحرفيين ماهرين، عرفوا كيفاش يتحكموا في البحر وكيفاش يبنوا الموانئ والمعابد، بنايات اللي قدرت تصبر الامواج البحر. المدينه كانت محميه بسور قوي. كيقولوا في الاسطوره ان الناس المنطقه وصلوا للتكنولوجيا وعلوم خلاتهم يتحكموا حتى في علو الامواج باش يخفيوا المدينه. وفي بعض الاساطير المتداوله كاين واحد الكهف سميه ديالو عين المشه، كاين في الصخر ديالو لون احمر. كيقولوا ناس المنطقه باللي حريه البحر ولداتهم. السؤال المطروح هو واش فعلا كانت شي مدينه تما ولا غير خيال؟ كاين اللي ربطها بالقرطاجيين وقال باللي يمكن كان ميناء قديم بحال مدن غارقه معروفه في العالم، في ليبيا وفي اليونان وفي ايطاليا وغير ذلك. وحتى الرحال حانون القرطاجي وصل لهاد السواحل قبل 2500 عام، بنى معابد ومراكز بحريه في المغرب. تقدر تكون شيغالين قبل من هاد التاريخ. والسؤال الكبير الا كانت مدينه فعلا، في الاثار، في الادوات، في الامتداد ديالها في البر، واش يمكن تغرق هي وتبقى اسفي والصواريه؟ ما تنساوش تتابعوا الصفحه ونشوفكم في الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم.